جاد انا فرحان جدا ان انت اتفرجت على هانتر عمان. وانا كمان. اديني بقى الانيشال تاس. احنا قاعدين دلوقتي بقالنا قد ايه؟ اوكي احتاجيت من 20 دقيقة تقريبا، 20 دقيقة ليك ما تتكلمش. والقصة سريعا، انا اقنعت خوليو ان هو يتفرج على هانتر عشان obviously يعني هو شخص اساسا يعني سلبي، ما بيتفرجش على انمي كتير حاجة زي كده. ده كان تالت انمي انت قلت، ها؟ اه تالت انمي تتفرج عليه، وخلصته في شهر تقريبا. تقريبا. اوكي 150 حلقة مش كتير، بس انا مبسوط ان انت اتفرجت على انت بتري واتش في قد ايه؟ انا لا انا مالكش دعوه بيا، اوكي؟ خليك النهارده عليك. عايز اشوف القدره اللي النهارده قدره عليك. الفرجه عندك. anyway قول لي يا عمان، قول لي هاو اديني بقى تعب بالك كام يوم من ساعه لما خلصته، اديني الاراء الاولانيه. الاراء الاولانيه، بص انا اول حاجه حسيتها هو فكره اكلمك في معاني بقى ولا تجربه؟ اللي انت عاوزه يا عمان، فاهم؟ انت عاوزه اقعد ارغي للصبح، اي دونت كير. انا بس فرحان ان انا قاعد بتكلم دلوقتي هانتر مع خوليو. اوه جاد يا جماعه، مش عارفين خوليو ليجند على على اليوتيوب، بيعمل فيديوهات جامده جدا. وصديق اي ار ال. فقول لي يا عمان، قول لي يا عمان، يلا. بص هل انت هو اتفرجت على هانتر علشاني؟ لا، في اوكي. الحقيقه لا يعني انا اتشديت من اول كام حلقه كده، مهم. مع ان هو في الاوائل خالص هو عادي جدا، هو طبيعي يعني، هو احداث هاديه جدا ومش عارف ايه، وارك وناس بتجري وبتاع مش عارف إيه. الحاجات دي كلها بتبدا تشوف صوص. ايوه الصوص ولا البهارات من المشهد بتاع كيلو. احنا هنحرق، يا عم احرق يا عم، انت بتتكلم في اكيد ايه؟ صح. بيقول لك احنا هنحرق. دود احرق يا عم. ما حذرناش بس. انا ما بعملش حاجه غير ان انا بحرق هانتر، لان هو بتكلم على ايوه هانتر ايوه. بيتحرق. anyway قولها. المشهد بتاع كيلوا وهو او لا، اكشلي مش المشهد وهو بياخد قلب الراجل، كان قبلها. لدرجه ان انا كنت فاكره افيه لما كان اول ما قابل جون وقال له انا بتربي على القتل، فانا قلت ده بيهزر معايا بقى. قلت بيهزر معايا بقى. فطلع ان في حكايه وقصه بقى، واهله ساكنين مش عارف. هنا ابتديت تحس ان هو في حاجه، في حاجه غريبه هتبدا تشوفها. جه المشهد بتاع وهو بياخد قلب الراجل كده، يعني انت بجد اتصدمت، اللي هو انت قاعد مستني مش عارف ايه، وهو هم خلاص بقى مش قادرين قدامهم ومساجين، وهو مخوفك يعني، هو مخوفك قوي من بيبني الفيلن، اه يبنيه واتاخد كل البنى انت بتاعه. كده. وده على فكرة اتكرر بكذا كيفية على طول الانمي، فدي كانت حاجة رهيبة جدا. فكرة ان هو يبني لك حد شخصية جانبية يعني ملهاش اي لازمة في التاريخ، جانبية جدا يتم بنائها في ثانية ايوه حصلت كتير قوي في ارك النمل. عايز اتكلم كتير قوي عن ارك النمل، في حاجة شوية حاجات كتير فشخ. بس خلينا ناخد من الاول عشان نبقى ايه بالترتيب كده. بعد كده بقى بنخش بقى في الاختبارات. انت بقى بتبدأ تحس ان هو انت خلاص فهمت التيمة، وفهمت الايقاع بتاعه عامل ازاي. زي كان ملك النمل بيعرف ايقاع. بيعرف ايقاع اللي بيلعب قدام. ياس انت بتتكلم لغتي دلوقتي، بتتكلم لغتي. ياس روح يا خوليو. فبتفتكر ان انت فهمت ايقاع الانمي ماشي ازاي، وبتبتدي بقى تحس انه هو هيفضل في حوار الاختبار ده كتير. اوكي، انا برضه دي اول مره اتفرجت عليه، قلت ده الانمي كامل بقى هو اختبار هو تحضير. الاختبار بقى وبتاع، وبعد يبدأ بقى يعلي ومش عارف واختبار فخلص خلص الاختبار. الحلقة بتاعت جون لما كان بيتفشخ من الراجل اللي هو هانزو. هانزو. انا عندي مشكلة في الاسامي، سامحني. لا عادي. عشان ضعيف وبتفرج عليه مترجم بالعربي، ماشي؟ انا مش هسامحك في الموضوع ده عمان، غلط جدا. مش كله غلط جدا ان انت تتفرج على هانتر مترجم بالعربي عمان، بيبهدلوا الترجمه. بس ما علينا. انا بالنسبه لي، انا اللحظه اللي انت قلت عليها في اللي هو امتى قفشت ان لا ده في حاجه غريبه بتحصل هنا، كانت الخناقه بتاعت هانزو. لان ايه ده اشمعنى؟ اقول لك ليه. لان في لحظه في الخناقه بتاعت هانزو، وجون اتدغدغ، جون اتبهدل، جون طلع عينه، فهانزو راح مطلع البليد، راح مطلع السكينه. تمام. وراح حط السكينه في عين، في قوره جون، والدم نازل كده اهو. فهانزو عمال بيقول له تهبل يا ابني، ما تستسلم، مش عارفين اعمل حاجه، وراح بيزعق فيه. فجون بكل ترانكيلو في العالم، بكل هدوء في العالم، بيقول له انا عايز الاقي ابويا.
انا كل مره بتفرج على اللحظه دي بفتكر اول مره اتفرج اللي هو اول لما جون بيقول انا عايز الاقي ابويا، انا نسيت ان ده الاوبجيكتيف بتاع الانمي اساسا. انا اتسحلت في الاختبار اللي بيحصل والخناقه على اللي فكره بتحصل كل الحاجات برضو دي، وفي كورابيكا والحوارات بتاعته وكيلو والحوارات بتاعته مره واحده كله هدي. فبتفتكر ان ده في اوبجيكتيف تاني، احنا مش يقول لك انا عايز الاقي ابويا، فانا يا لهوي. وعلى فكره بعد كده إيه؟ بتنسى تاني برضو في ايوه الاخر بالظبط. تنسى خالص بس أبوه ده دي كانت لحظه اللي هو في حاجه مميزه بس جدا في حاجه الموضوع ده. في موضوع ابوه ده، انه هو اتبنى له على ان هو شخص جامد فشخ. يعني انت لما شفته في اخر ارك كان اهبل موت. ايوه بالظبط كان اهبل موت. وفكر لما كان بقى في الالكشن هال دي، لما الناس قعدت تشتمه اللي هو روح معاه واجري ومش عارف ايه وسلم عليه واحضنه وبتاع، فكان رهيب يعني. ما علينا، كمل في الهانتر اكزام، لسه احنا في الهانتر اكزام. وبتبتدي بقى تتعرف على الفيلن، واللي هو برضو مش قادر تحس ان هو فيلن قوي، اللي هو هيسوكا. انت من الناس اللي حابه هيسوكا؟ كنت في الاول حبه، بعد كده ابتديت اميل لحاجات تانية يعني. لما بتكمل بعد كده بتحب حاجات اكتر. الدانشو مثلا حبيب قلبي. اوكي لا اوكي، بيعشق كرولو. ما علينا. ايوه. انت مش فاهم اللي بيحصل، انت مش فاهم، انت مش عارف حاجه، انت مش عارف اللي انا عارفه. هقول لك حالا كمل. ف فبتبتدي تعرف الفيلن، وتحس ان هو ايه، مش قادر تكرهه قوي، بالعكس هو جذاب جدا. يشدك جدا، عنده كاريزما، فاهم؟ ف مع الوقت بتمشي في الحلقات، الموضوع بيبتدي يسخن اكتر. فجأة خد بالك احنا مفيش بريدج قوي حصل بين الارك الاول والزولدك على يورك نيو، هافنز ارينا على يورك نيو، كلهم ساحوا في بعض. ف فبتبتدي بقى ايه تتسحل كده مع التجربة، فاهم؟ وتبتدي برضو بتحس بالامان قوي لحد ما تتغفل بقى، لحد ما بيوصلوا الكايت وتخش على ارك النمل. طب تقييم الاركات كده. ما استنى، انا لسه عايز اتكلم عن في ارك العناكب. انا مش مصدق ان خوليو بيتكلم بيقول ارك وبيقول اسامي الاركات صح. العناكب مش عارف مين. انت وصلت هناك يا عمان، انت وصلت. اوفو سيمفوني ولا اسمها ايه؟ ريكويم. ريكويم. واردونج ريكويم فور يو، صح؟ رهيب. انا المشهد ده اتفرجت عليه كتير قوي. لا كنت كتير قوي. دو اكتر مشهد بيتعمل له اديتس على الانستجرام، تقعد تقلب في الانستجرام. ما انت دلوقتي بقى هتدخل جوه الفيد ده، الالجوريثم بتاعك هيفهم ان انت خلصت هانتر، فيقعد يرمي لك الموضوع ده. اول لما تقلب على الانستجرام دايما انا احب اي حاجه فيها كلاسيكال ميوزك. ف انا مش عارف هي الميوزك بتاعته كلها اصليه بتاعت هانتر. بجد. ايوه دي خطيره. لا السيمفونيه دي سيمفونيه انا عارف، معروفه بتستخدم في كل حته. بس الباقي بتاع الانمي اصلي، صح؟ ايوه يعني حتى المزيكا بتاعت هيسوكا دي اللي هي رهيبه. دي اول حاجه على فكره بعتها لك لو تفتكر وانا بتفرج. القسط موجود عندي برضه، ممكن اديه لك لو تفتكر ان دي اول حاجه ليجالي شاريه ليجالي. ما علينا، كمل. لا ما هو موجود على اليوتيوب عادي. ما علينا. anyway المشهد ده وعلاقة العناكب ببعض حتى شيء يونيك، لان انت بعد كده في اخر الانمي انت لما بتقول حاجه انا فاهم انت فاهم. في بعض من الناس فاهم، عشان مش كل الناس، وفي ناس كتيره يعني ضعاف جدا مش عارفين اللي انا عارفه. الناس اللي يعني خلينا نقول على الاقل لحد ما ظهروا لنا، لان ممكن بعد كده نستنتج حاجات تانية ويبقى عايز يوصل لك معنى تاني من علاقتهم اللي انت شفتها. بس اني افضل واحد قلت لي البوس كرولو فيهم. انت قلت اكتر واحد تحبه كرولو. كاريزما خرافي كرولو، والجاكيت بتاعه لا جامد كرولو. وان فكره ان هو يقدر يستنسخ قوه اي حد طب الحلقه بتاعت خناقه كرابكا واوفو انت ما بتتكلمش عليها. انت اتكلمت على الجنازه بتاعت اوفو، ما اتكلمتش يعني الخناقه ذات نفسها دي برضو خضه، لان انت برضو بيتكرر نفس الباترن بتاع
ان انت بتشوف اوفو دوت بيفشخ بقى وبتاع والمش عارف بقى والمسؤولين باعتين مش عارف مين المافيا عصابة مش عارف كلمت ايه كل الرجاله اه حاجه توام بيهم لوحده. وبيدخلوا عليه فعلا والشادو بيست اه الشادو بيست اللي طالعين من تحت، بس يا رجاله بس سيبوا الموضوع للشادو بيست. ايوه ما طلعوا لقطوا الموضوع. حلقتين ايوه اختفوا ما جوش تاني. وفي بدايه المعركه هم اثبتوا نفسهم وانت ابتديت هم وهم صدوا سنه على اه اوفو على فكره، يعني ادوا له سنه بس بس في مكان تاني خالص. ففكره ان كورابيكا بقى كده اهو على طول. بس بالخناقه دي شرح حاجه مهمه جدا اللي هي كونديشن اكس ومن هنا بقى نتكلم على الباور سيستم. ايه رايك في الباور سيستم بتاع الشو، باور سيستم بتاع النن؟ خطير. ما بص، انت مش منغمس جدا في الانمي. انت مع اي انمي هتتفرج عليه، اي شونن عامه بيكون فيه نوعا ما باور سيستم، لازم يكون فيه باور سيستم. يعني لو هنقربه باتاك انا عارف المعلومات اتاك تايتن الباور سيستم بيتحولوا تايتن مش عارف مين، ماي هيرو اكاديميا كوركس مش عارف مين كده. فالباور سيستم بتاع هانتر هو النن. ايه رايك في النن كباور سيستم؟ طاقه الحياه طب لا يعني اصل الحلو في النن بالنسبه لي اللي انا شايفه ان قد ايه هو بيبقى مشخص او بيتفصل على حسب الشخصيه فاهمني؟ يعني هو مش ومتنوع يعني ما مش... لو انت عندك عضلات كبيره ده مش هيفيدك. مش لو هيفيدك. انت في خناقه نن فاهمني، الموضوع بيعتمد على وكل مليون مره ألف حاجه. بيتم ان بتلاحظ ان هو بيعلي على المره اللي قبلها في لو شخصيه تانية بتظهر لك. انا متفاجئ بفكره انه النمل لما ظهر اتولد فيه اتولد غير عن كده. قدروا يتعلموه وكل واحد بقى ليه شيء مختلف. ان انت تخلق كل ده، يعني كل ده جوه دماغ شخص واحد بني ادم، ده مش تيم بيكتب. فلا رهيب رهيب انا بجد مبسوط فشخ بجد. خوليو بيتكلم معايا على هانتر. في ايه يا جماعه؟ في ايه ضايق؟ و كان من احدى الحاجات الروشه في فكره النن دي اسمه ايه دوت تشيتو تشيتو بتاع ده. هقول لك فكره انه اسوأ شخصيه في الانمي كله يا راجل. انت بتقول ايه؟ اشتي معايا ايوه لا هو حد تاني وبكرهه اكتر منه بس هقول لك عليه بعدين. كان مش عارف مين بيتكلم ان هو لما جه يكرييت نين باور ليه اختار نين باور ابطأ منه. مورال عمك مورال اللي هو بيقول ايوه خطير. عارف مورال شخصيتي المفضله فعلا. لا مورال لا يا عمي مورال استاذ. مورال هو برضه قابل الفايب بتاعه. ايوه ده مورال استاذ، افضل واحد بيعرف يستخدم نن واكتر واحد يعني بيدرك الموضوع. من غير مورال الفريق كامل بتاع الاكسترمينيشن كان هيروح في داهيه. الراجل هو اللي كان شايل الموضوع كامل لوحده وهو ما فيش حد بيساعده بس مش واخد بالك ان هو اول ما الفايب بتاعه اتاخد منه خلاص. ما انت بس بتبص على المعركه الاخيره بس. بص قبل كل ده هو كان شايل البابتس بتوع بيتو لوحده. هو اللي كان عمال بيعمل الموال ضدهم، هو صاحب الخطه، هو اللي مظبط الليله كلها. هو خرافي خطيره بعشق مورال وطريقه استخدامه في النن العبقريه بتاعته في الخناقه مع ليول اللي هو شبه الاسد. ده بقى اكتر واحد بكرهه. ده اكتر واحد بكرهه بجد. شخصيه غبيه قوي بجد، شخصيه غبيه موت. وبجد انا مش عارف انا ليه قعدت اتفرج عليه في الشاشه كتير قوي كده ويطلع وعامل نفسه روش بقى وان هو هيمسك بقى كل ده ويبقى كرولو انا بادجت كرولو من فاهم من ايه ده بجد. والقوه بتاعته ان هو يجيب ميه كتيره لا دي مش القوه بتاعته. ده سرقها من ايوه بالظبط. سوري. فانا بقول لك هو كرولو، بس كرولو عليه تخفيضات فاهمني. كرولو بجد لما مات فرحت فشخ. فرحت فشخ. هو كان نفسي يموت موتة أسوأ من كده. يعني موتة تشيتو كانت روشة فشخ من سيلفا عمك سيلفا. عايز اقول لك حاجه قبل ما نكمل. انا الارك النمل هو المفضل عندي، لو يعني مش واضح يعني واضح. بعشق ارك النمل. بس هل انت عارف ان ارك النمل في المجتمع بتاع هانتر ديفايسيف؟ ليه كده؟ يعني دي معلومه انا عايز اخد رايك غريبه دي. معظم ده ممكن يبقى انمي لوحده اصلا. بالظبط. بس لو انت اصلا لو بدات من لما قابلوا كايت وبتاع شابين عادي ممكن تبقى فل عادي هتفهمهم بعدين. خلينا هنيجي الكايت كمان شويه اوكي، لان في حاجه حصلت لازم تعرف عنها. وبرضه عايز اخد الرياكشن بتاعك عليها. بس عامه الشيء المتعارف عليه في اي حد اتفرج على هانتر ان الناس بتنقسم الى قسمين. شخص بيعشق ارك النمل وشخص بيكره ارك النمل، مفيش نص.
مفيش حد بالنسبه له ارك النمل اللي هو كان عادي اول ليه؟ عشان طول متعرف عليه. مثلا ممكن. في ناس بيقولوا عشان طول، في ناس عندهم ده يعني واحد من الشكاوي او الانتقادات اللي انا ما بفهمهاش كتير، بيقول لك عشان الناريتور، يقول لك الناريتور كان بيفصلني، فاللي هو انا كنت عايز اتكلم في النقطه دي بس بعدين يعني خلينا اوكي نموف اون. دي من الاسباب. انا شايف اكبر مشكله في ارك النمل هي ملهاش دعوه بارك النمل، هي ليها دعوه بالطريقه اللي الانمي عمل ارك النمل. لان شخصيه كايت كشخصيه هي في الحقيقه اول شخصيه تظهر في هانتر ايفر. شايف الكراسه اللي فوق دي، الكتاب اللي فوق ده، تمام؟ ايوه، هاته. اوكي، بص، ده هانتر رقم 1، اول فوليوم، اول حاجه تنزل لهانتر. هتفتح الصفحه، توجاشي بيدي رساله للمتابعين عادي جدا، تقلب كده. اوكي، هنبدا دلوقتي، تمام؟ فاكر البتاع اللي كانت بتبدا في اول سترينج بيس اند مونسترز، الانترو بتاع الانترو. اوكي، فبيقول لك الناس اللي بتدور على الحاجات دي اسمهم ايه؟ هانترز. مين ده؟ ده كايت. ايه ده؟ الله، ايه ده؟ هم على كده ده بدأوا بمشهد لما كان بيداله ضربه وهو كان بالظبط. فالقصه في الكانن، القصه الاساسيه الاصليه، كايت اول شخص بيظهر. طب هم ليه ما عملوش كده هنا؟ اقول لك ليه. علشان لما بداوا يعملوا الانمي بتاع 2011 اللي انت اتفرجت عليه، ولما بداوا يعملوه ارك النمل ما كانش خلصان كتابه، تمام؟ فالناس بتوع الاستوديو ماد هاوس اللي عاملينه اللي هو احنا عايزين بسرعه نروح للهانتر اكزام، لان احنا بنعمل شو دلوقتي، فعايزين بسرعه نروح للهانتر اكزام. فهتلاقي ان في اول حلقه في الانمي الحلقه بتخلص وهم نزلوا من على السفينه، يعني هم خلاص خلصوا المشوار بتاع السفينه، وكورابيكا وليوريو شالوا جون من البحر او لحقوه قبل ما يقعوا، مش عارف مين، جري في اول شابتر. انما في الحقيقه اول شابتر هنا، لا، اول شابتر هنا جون بيصطاد السمكه، بعد كده جون بيقعد يفتكر لما قابل كايت وهو كان صغير. المهم من الموضوع ده كله، او فايده وجود كايت في كيكون اول شخصيه، هو ان كايت بيعرفنا يعني ايه هانتر اساسا، فاهمني؟ وجون في القصه، جون ما كانش يعرف ان ابوه صياد، ما كانش يعرف ان ابوه هانتر. مين اللي قال لجون ان ابوك هانتر؟ توجاشي بيوافق على الحاجه دي؟ على الحاجات بتحصل في الانمي؟ مش يعني الطريقه اللي الاستوديوهات الانمي بتشتغل مع الاثر بتفرق ما بين كل شخصيه وشخصيه. يعني مثلا في اتاك اون تايتن، اساياما كان ليه دخل في المانجا، في الانمي اللي بيحصل، تمام؟ انما هانتر ما اعتقدش ان توجاشي كان ليه تدخل بشكل مباشر، لان هانتر بيتعمل منه حاجات كتير، هانتر بيتعمل منه العاب، هانتر بيتعمل منه مسرحيات، فاهمني؟ في حاجات كتيره بتتاخد من هانتر. فاعتقد ان توجاشي بيكون ماشي بديل اللي هو ايه، حقوق، انا بديكم الحقوق، اعملوا الموضوع ده، ولو هيكون ليها تدخل هيكون تدخل بس ان انتوا يعني تكونوا عاملين الموضوع حقيقي للقصه. فالطريقه اللي ماد هاوس عملتها اللي هو ايه، عملوا سكيب لتقديمه كايت، مع ان كايت في منتهى الاهميه. ممكن يبقى عنده مشاكل هو كفنان، يعني يبقى يحب العمل يكون مخلص للنص بتاعه. ما هو ده يعني ده كده بس التفصيله دي انا مش فاهم مين اللي كان قاعد في اجتماع ووافق ان كايت ما يكونش طالع من اول حلقه، لان ده بيبرر ليه جون اتجنن في ارك النمل. ما انت اللي حصل لجون ان حرفيا الشخص اللي ادى جون البيربس، او ادى جون هدفه في الحياه، او ادى جون المعنى. انا كنت برضه هكلمك دلوقتي منطقيه، صح؟ هو حرفيا الشخص دلوقتي منطقيه في اللحظه اللي هو لما كانت تصدق دي غلطه كبيره، مصيبه. اللي ادى جون معنى حياته، اللي عرف جون يعني ايه صياد، اللي عرف جون ان ابوه لسه عايش، اللي عرف جون ان انت تقدر دلوقتي تروح تلاقي ابوك اصلا في اللحظه دي. وجون لسه صغير، وكايت قبله وهو صغير. في اللحظه دي كان كايت ادى الجون بطاقه ابوه، بطاقه جينج. هو اداله البطاقه وقال له لما تلاقي جينج يبقى اديله البطاقه دي. في الانمي اتعملت لما قابله بالظبط. غلطه مش طبيعيه. وتصدق عارف لو كانت اتعملت فعلا زي ما في المانجا، كانت الشعور بتاع تحول جون في المشهد منطقي اكتر بكتير. يعني هو قشطه المشهد جامد في الانمي وكل حاجه، بس ممكن عند لحظه معينه حد يحس انه كايت حلو، كايت مش مهبر شويه، بنحب كايت وكل حاجه، بس ايه اللي بيحصل؟ بس في الحقيقه كايت هو المعنى بتاع القصه، هو الشخص اللي كان ماسك القصه، هو اللي ادى جون الهدف بتاعه، هو اللي عرف جون ان في حاجه في حرفه اسمها صيادين، هو اللي عرف جون ان ابوك لسه عايش على فكره، روح لاقي ابوك، لازم تروح تعثر عليه، وهكذا. فدي هي اكبر غلطه
حصلت في ارك النمل بالنسبه لي في الانمي. احنا ضعاف على فكره، ليه؟ ما اتكلمناش عن جريد ايلاند. اتكلم عن جريد ايلاند. تعشق جريد ايلاند انت؟ اه انا عجبني لما هو كان بيتفرج على جريد ايلاند، كان بيقعد يبعت لي كل شويه. مش عارف انت قلت لي ان انت ايه، بتقعد توقف وبتشوف الكروت بتعمل ايه، انا وانت مش مهتم ان انت تكون فاهم مش اللعبه بتشتغل ازاي. ايه يا عم ما انا قلت لك تركزش. حتى هو في لعبه كده في لعبه موجوده يا كده. ده جوي ستيشن، ده ممكن نمشيك يا جوي ستيشن اللي هناك ده. إيه، انا بحب جريد ايلاند، واكتر 3 حلقات بحبهم في جريد ايلاند هو اللي انا رحت اتفرجت عليهم معاك، بتاع الماتش بتاع ريزر. اه ماتش ريزر، انا خدت بالي. ماتش ريزر خرافي خرافي. يا اخي ايه الشو ده، الشو اللي انت مره واحده قاعد بالك انا كمان الرحله لجريد ايلاند، انا مش عارف ده كان تبع الارك بتاعها ولا ده كان قبلها. انهي رحله؟ الرحله وهم بيحاولوا يشتروا اللعبه. ما ده يعتبر يورك نيو. اه لا ده يعتبر في العناكب، ارك العناكب. اوكي. ان هم بيبداوا الهاسلنج كده، اهو يحاولوا يبيعوا ويرهنوا مش عارف مين، يعملوا شويه فلوس. الرحله دي رهيبه. في النص الرحله دي حصل رهيبه ارك يعني، العنكب. ورثت ان بنلعب كل دوت عشان اوصل للعبه في الاخر اللي هي شكلها عامل كده اكشلي. ف رهيبه يعني. الفيلن بتاع جريد ايلاند ايه رايك فيه؟ الفيلن البومر. البومر، ايوه. صح؟ ادي لك بقول لك ايه، شوف ما حفظتش، خد اللي فيها لو قلت لي اسمه ايه. البوم ها، هو ايش كده كده، هو واحد من الفيلنز المهمشين في عالم ايوه مفيش حد بيتكلم انا عليه. حتى قلت هو مين كان مرازيق. كان فيه هو البامر هو واصدقائه جانثرو. جانثرو جانثرو. طب اشمعنى اسمه؟ انت ليه ركزت على اسمه؟ عشان مفيش حق يعني، ايه اللي ركزت عليه اسم الشخصيه مش بس عشان هو بيتنسي كتير، مهمش كتير جدا، ما حدش بيعبره اصلا يعني. لما بتكون قصاد حد زي فرولو وتكون قصاد حد زي مارو فاهمني، فاكيد هتتنسي ايوه جدا. قوته رهيبه والله، مهمش قوي. قوته رهيبه هو. قوه جانترو اه ليتل فلاور. طب انت خدت بالك ان القوه بتاعت جانترو، القوه الاساسيه بتاعته اسمها ليتل فلاور، مش اللي هو لما يلمس ويقول بامر، لا الهاتسو اللي يكون هاند تو هاند لما بيخلي ايده تفرقع، اسمها ليتل فلاور. هنت اللي في الاخر عمال اللي مركز من المشاهد اللي عايز ارجع اشوفها تاني اللي هو السيكونس لما القنبله فرقعت وبدا الناريتور يخش يكلمك عنها والتاريخ وبتاع. طب كلمني بقى، ندخل على ارك النمل. لا انت لسه قلبنا جريد ايلاند قوي. حرام. انا جريد ايلاند بالنسبه لي ممتعه جامده جدا، اجمد تريننج ارك ممكن يكون موجود في انمي. بس يعني العيال اتمرنوا بقوا اقوياء جدا. كيلو في النص قال السلام عليكم، هروح اخد ده ايوه اكتر شيء مضحك في الدنيا بجد. هروح اخد اللايسنس بتاعتي وبوم خلصت. اوكي راح ضربهم كلهم. فهمت الليفل اللي احنا فيه دلوقتي. هو مش ممكن، ودي فرضيه عندي يعني. اي حاجه تحصل في العالم الواقعي يعني مثلا لو ما تقعدش كده بس عشان شكلك غريب. بص كايت شكلك كيوت. كايت لما اتقطع ايده، فرض نفترض ان هو عايش بعد الفايت ده، هل كانوا ممكن يودوه لجريد ايلاند يرجعوا له ايده تاني؟ بالشور. سؤال حلو جدا. يعني هل ما ممكن بقى اي حاجه تتعمل في العالم الطبيعي نروح بقى نصلحها جوه؟ ما اصل جريد ايلاند هو مش جوه اساسا، فاهمني؟ هو جريد ايلاند في العالم الطبيعي عادي. جريد ايلاند مش جوه. عرفت المعلومه دي. هو تكنيكلي صح ممكن، بس اعتقد ان في كونديشن معين انت لازم تعمله. يعني لازم توفق الكونديشنز دي عشان تاخد البنفيتس بتاعت جريد ايلاند. يعني انت ما ينفعش تقوم شايل كايت تصفره بالطياره كده تنزل على الجزيره بتاعت جريد ايلاند وتستخدم الشور اوف مش عارف مين عليه. لا لازم كايت يلعب اللعبه. فاهمني؟ ممكن يكون ده هو الكونديشن لازم تطبقه. او انت ممكن تكلير جريد ايلاند، يعني تلعب اللعبه تكسب، تطلع الكارت ده ان هو قال لك الجايزه ان انت ينفع تطلع من جريد ايلاند بثلاث كروت. فاهمني؟ فاعتقد لو انت فزت في جريد ايلاند وطلعت بالثلاث كروت دي ممكن ساعتها تستخدم. فاهمني؟ لان اصلا جريد ايلاند شغاله على اورا ريزيرف كبير جدا جدا جدا. قلت لي اصلا انه وكميه دي حاجه انت حرقتها لي. ايه؟ قلت لي انه في المانجا مفصلين اكتر في الكروت. ايوه يا عم هات، استنى اقول لك انا واحد هتلاقيه رقم انا مش عايزك تسحب واحد لا هتلاقيه ده في الغرفه الثانيه. لا هو 16 هنا. ده الفوليوم اللي هو فيه الماتش بتاع الدodge بول. تمام بص ريزر ايوه
فانا شاريه طبعا عشان ماتش الدodge بول. بس هتلاقي في المانجا وانت بتقلب. اوكي ده الله عليك. عايز اجيب لك صفحه من الصفحات اللي هي بيكون فيها التفصيل. خد لك يا معلم وانت ماشي في المانجا بيجي لك صفحات زي كده، فاهمني؟ اوف وريني بالتفصيل وريني. الممل، بالتفصيل باتش اوف شور دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. بالتفصيل الممل يقول لك كل كارت بيعمل ايه، التصنيف بتاعه، كل حاجه. واو، ده الماتش صح؟ ده الماتش، ده الماتش، ده المكان المفضل بتاعي في الارك ده. رهيب رهيب. يا اخي انت بتتفرج على انمي عادي، المفروض مره واحده انت في ماتش دادج بول. ايش دخل؟ ايش دخل؟ احنا بنتكلم في ايه؟ ايه اللي جابنا هنا؟ امتى ده حصل؟ بس ها، لسبب فكرني زمان. زمان كنت بتفرج على الكرتون، بس هو اللي هو بتاع سبيس تون ده، كان في ابطال الكرة، في حاجة كان اسمها ابطال الكرة. شبح كابتن ماجد. لا لا، كان في كرتون اسمه ابطال الكرة. ما اعرفش هو ده انمي، انا مش فاكر اسمه عجبنا يا خوليو ان انا كل ما بحول الكلام على ارك النمل انت بتقولي لا نكمل كلام على جريد ايلاند. انسان محترم جدا، انسان محترم جدا وعايز تدي كل حاجه حقها. اي لاف ات. طب كلمني انت عن جريد ايلاند، قول لي ايه انت كنت بتلعب في رجل رجل اديله بس كده انا anyway كمل. اصل انا حاسه من الاركات اللي بتتنسي. ما ده حقيقة، صح؟ دي حقيقة جدا. بس يعني هتقول لك عناكب نمل خلاص. ودي على فكرة اكتر اركين الناس تتكلم عليهم. يعني لما حد بيقول ايه افضل ارك عندك في هانتر هانتر، فهيقول لك يا اما ارك العناكب يا اما ارك النمل. وغالبا الناس اللي انا قلت لك عليهم اللي هم بيكرهوا ارك النمل دول هم اللي بيقولوا ارك العناكب. انا بالنسبة لي العناكب والنمل هم الاثنين، يعني هم الاركين، فاهمني؟ يعني هم اجمد اركين موجودين. بس انا افضل ارك النمل. بس ارك العناكب ما خدش مساحته يعني. كان لا كان حلو يا عم، كان 25 حلقة بقى. اقصد ما خدش مساحه نفس مساحه ارك النمل، عشان مين بس الجمدان بتاع الفانتوم 2 بشغل المافيا، التركيز على كورابيكا ان هو الشخصيه الاساسيه انت ما كلمتنيش عن كروكا خالص على فكره من ساعه ما بدانا كلام. واتس اب وذ ذات، ما حبيتش كروكا. لا بالعكس، حبيته جدا. بس لما وصلت يعني لما كملت النهايه كده حسيت اللي هو مان يعني الكونديشن اللي انت عملته ده تقيل حبتين. فاهم اللي هو بس يعني عادي يعني ممكن يفرشخه يعني. فاهم اللي هو يعني او ممكن بعد كده ده يتغير يعني. ممكن بقى. شكلك فتحت حاجه كده ولا كده من ورايا. ايه ده؟ لا 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 خالص. عمان، لا لا والله ما فتحت لا، ما حاجه اعرفش كده وكده من ورايا. ما انا بقول اصل هو ظهر، اقول لك ليه، لان هو في كان اسمه ايه دوت ليوريو. ليوريو. كان اتصل بيه في مشهد كده في الاخر. اه فكان قاعد في اوضه كده غريبه. والعيون. وفي البوست كان في بوست كريدت سين كده في تقريبا مش عارف اخر حلقه ولا في حلقه. والعيون قدام. والعيون قدامه وبتاع. ففي حاجه. اكيد في حاجه. اكيد. هو في حاجه، في حاجه، فاهم. في حاجه. وليه ما ردش مع انه كان ممكن يرد عادي. ف فمن هنا استنتجت، لكن لا ما شفتش اي حاجه خالص. اوكي كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. بس هو كشخصيه يعني كشخصيه مكتوبه كده ومتقفله، عنده اهدافه الخاصه وعنده الريفينج بتاعه. لا خطير، خطير خطير. الشله بتاعته اللي هم بقى البودي جاردات التانيين، ايه رايك فيهم؟ او اهم واحده يعني ميلودي. اللي هي بتعزف دي صح؟ ايه رايك فيها؟ من ناحيه ايه؟ مش فاهم. لا ولا حاجه. خلاص لا كمان شويه. لا كمان اصل شويه. هي مش عارف، حسيت شخصيه ثانويه عادي جدا. اوكي. في بقى شخصيه انت جبت، انا معلش هروح جبت سيرتها كذا مره في الفويس نوتات. جايرو. جايرو رئيس اسمه ايه ده؟ رئيس ليه اتعلق معاك جايرو؟ جبت سيرته اكتر من مره، قلت كنت بتبعت في الفويس نوتات كده بتقول كشخصيه او زي الراجل اللي طلع مره واحده ومشي ده ومش عارف مين. ايه رايك في الفيلم القصير اللي اتحط في نص الانمي كده؟ مش عارف، هو فيلم قصير اتحط في النص ومشي. ده حقيقي، ده حقيقي جدا. واي ثينك ان هو اكيد ما شفتش حاجه، بس اي ثينك انه اكيد في ناس جودت من عندها او اتعمل له حاجه سبين اوف كده. ما اعرفش بس اظن ان هو الموضوع مثير جدا.
هو ظهر تقريبا في حلقتين. ظهر في لا، يعني في قصته نص حلقة. اتحكت في حلقتين. قصته كاملة اتحكت في حلقة واحدة، بس هو اتذكر قبلها بنص حلقة بس. ما هو الحلقة دي بقى انت حسستك انه وانا عايز اسالك على الموضوع دوت، واعذرني لو ما خدتش بالي، بس هو اتولد كأنهي نملة؟ عشان انا حاسس التفصيلة دي وقعت مني. تمام، عادي، منطقي. انت عارف ان لناس كتيرة اصلا كانوا فاكرين ان جايرو هو الملك، يعني جايرو لما مات لا، هو اتولد. جايرو مين؟ جايرو اللي هو الولد اللي كان مع الصيادين في الاول، اقصد الملك مين؟ الولد اللي هو كان مستخبي بين العظم، بين هياكل العظم، وبيتو اول ما اتولدت قالت لهم هو ليه في بشري مستخبي؟ استنى، لا انت لخبطت حاجتين في بعض دلوقتي. انت بتقول ايه دلوقتي؟ شفت انت الولد اللي انا بقول لك ده؟ ايوه. ده الملك. مش دخل، لا. وشه نفس الوش. لا يا عم، لا مش انت نفس الوش. لا يا فاكره هو والله. لا يا عم. قلت اكيد نفس الوش. لا 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 لا، الملك مش رينكارنيتد من ما اي انا حد. لاحظت ده بعد كده. ملك مولود لوحده، مش رينكارنيتد من اي حد. لاحظت ده بعد كده. جايرو، الفكره ان لما جايرو رجع واتولد نمله، اتولد زي ما هو، عشان هو للدرجه دي ما كانش بني ادم. ايه ده بجد؟ فاهمني؟ ايوه. طب ده ظهر فين؟ في القصه بتاعته هو انا مش عارف دي موجوده في الانمي ولا لا، بس عشان في مشهد موجود في المانجا، المشهد ده ايقوني جدا لجايرو وهو ماشي في الفضاء، ماشي في شارع عادي جدا، وهو بيقول والناريتور بيقول والآن يمضي جايرو، وفي يوم من الأيام هيتقابل مع جون. تمام، بس هي جملة بتتقال كده من الناريتور. بس شكل جايرو وهو مولود مرة تانية لابس بافر جاكيت، يعني جاكيت زي اللي هناك ده، وماشي، بس هو هيئته وشكله زي ما هو. المعروف بقى او اللي احنا فاهمينه ان هو في طريقه الى ميتيور سيتي، عشان كده وولفن تمام كان متجنن، اللي هو بقول لك ايه، انت هتعمل لي ملك؟ انت مش ملك، انا رايح للملك الوحيد اللي انا اعرفه اللي هو جايرو، انا عايز اروح لجايرو، والليله دي كلها. تمام. بس التاني بوكل اللي انت بتقول عليه ده، بوكل ده اللي هو بتاع القوس والسهم، ده غلبان يعني، ده اتاخد في الرجلين كده بشكل وحش جدا، ملوش دعوه باي حاجه، ده غلبان جدا ده. فيا دود، انت في حاجه جبت عيد شويه فيها، بس ما علينا ما علينا. لا انا حسيت يعني، انا ده كان اعتقاد عندي في لحظه من اللحظات. لا 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 لا. الملك مش رينكارنيشن. ما انا لاحظت ده لان هو الملك يا اخي عندي كلام حبسه هقوله خلاص. قول يلا. انا صعبان على الملك. هقول لك بقى يعني، وانا ما اعرفش اذا كان توجاشي كان مطلع على الثقافه المصريه القديمه ولا لا، بس في حاجه كده مش عارف شفت فيلم الموميا ولا لا. مونتيتيوبي اسم مصري فعلا. اصلا لو انا مش غلطان نفربيتو كمان اسم مصري. تلاقيه اسمه تحسه كده فاهم. مش عارف شوف فيلم الموميا المصري. لا، بتاع شادي عبد السلام، ما شفتوش؟ اعتقد مر زمان على روتانا سينما كده، هو كان مستحيل. ما علينا. ده خطير، ده خطير. ماشي. قول الدين الدين. الفيلم بيبدأ بجملة كده زي صلاة فرعونية او جملة بيكتبوها على جدار الموتى او قبور الموتى، حاجة كده. ايه الجملة ديت؟ بيقول لك اعطيني اسمي في البيت الكبير، واعد الى الذاكرة اسمي يوم ان تحصى السنين. اوه اهو فوليوم 20 باين، مش عارف. شباب شايف اهرامات جنب الاهرامات، واكتر من مره في النوتس بتاعت توجاشي اللي هو بيكتبها قبل ما الشابتر يبدا، بيتكلم على رحلته لمصر، وان هو راح مصر اجازه ورجعت وشفت ده في مصر وتعلمت في مصر الموضوع ده. هو كمهووس بالثقافه المصريه 100%، في حاجه انا متاكد اكيد ان هو كمان شاف فيلم الموميا. شاف فيلم انت مقتنع ان توجاشي شاف فيلم الموميا؟ فيلم الموميا بره مسمى يعني، بجد؟ احنا سمعتنا بره ده بسبب فيلم الموميا اصلا. اوكي. سكورسيزي مرممه بنفسه. اوكي انا ما كنتش عارف الموضوع ده. اوكي، كمل الصلاه اللي قالها في بدايه الفيلم. بعد كده في جزء من الفيلم يعني لما بتجو اون بتتخانق مع ابنها على شيء ما يعني. فبتقول له جملة، بتقول له اغرب عن وجهي فإني لا أعرف اسما لك.
فكره الاسم اتبنى ليها في الفيلم ده ازاي، ان هو لو انت لدرجه انها بتستخدم كشتيمه، اللي هو ما اعرفش اسم ليك، انا ما اعرفش ليك شخصيه اصلا، يعني انت بلا هويه، بتفضل هايم بقى في الحياه وما تعرفش انت مين، وتايه وعندك اسئله كتير جدا. انا ليه بقول لك ان انا ميريام صعبان عليا؟ لان هو انت كنمله لما بتتولد، ودي حاجه لاحظناها، لما بتتولد انت قبل ما تتولد بتبقى مش بتاخد الاوردرز بتاعتك اول ما بتتولد، بل بتحس انه النمل وهو لسه معرفش اسمها ايه، بس هو لسه متبرمج. بينزل متبرمج. بينزل متبرمج. كل النمل كده، كل النمل كده، تحس ان هو ملكة النمل ذاتنا بتفضل تلقنهم معلومات، فبينزلوا ينفذوا الاوامر دي على طول. ميريام لما اتولد كان المعلومات اللي الملكة بتغذيها له، انا ملك، انت ملك، انت فوق كل البشر دي وبتاع، دي الهوية اللي انت نازل بيها. فاول طبعا ما بيتولد ما همهوش الملكة امه اصلا، فقام اللي هو راح قتل نملة، فانا ملك، يعني انا نازل بدي ده اللي انا متبرمج عليه، انا ملك، وانت اجمد حد في الحياة وبتاع فلما نشوفه في مشهد بعد كده بيقابل طفلة صغيرة وبيقتلها، ده اللي انت مبرمج عليه، انت انسان بلا هوية. انت مش انسان اوريدي، بس فاهم. شخصية بلا هوية، خلينا نقول ايه، شخصية بلا هوية، بلا اهداف انت خلقتها لنفسك، وانت كريت ده، انت عايز فعلا تبقى ملك. بنمشي في الاحداث، دخل مش عارف ايه، اتحتل القصر، مش عارف ايه، جت بقى البنت اسمها كوموجي الوحيدة اللي معرفش يتغلب عليها، ومات وهو ما اتغلبش عليها. وهنا هو اتحط في صدمة نفسية، فكرة انه ايه ده، انا مش زي ما اتقال لي، يعني انا مش زي ما تم تلقيني وانا قبل ما اتولد او بعد ما اتولدت حتى، وزي ما متصدر لي من الحراس بتوعي بقى، والناس كلها خايفة مني ان انا جامد في حاجة انا مش جامد فيها. مش بس عشان الجونجي، انت خليتني افكر في الموضوع بشكل مختلف، مش متخيل انت عملت ايه فيا دلوقتي يا عمان. كوموجي ما غلبتوش بس في الجونجي، لا، كوموجي هي اول واحده هزت الملك، لان لو عشان هم طولوا مع بعض وفضلوا يلعبوا كتير، هي في مره من المرات كده قالت له معلش عندي طلب ليك، هو راح قال لها ايه الملك، قال لها ايه، قالت له اسمك ايه، ما هو هنا هي اول لما قالت له انت اسمك ايه، هو ما هي هنا هي هنا وساعتها راح للحراس بتوعه وقال لهم انا اسمي ايه، هم الثلاثه قالوا له انت الملك بس يعني. انت الملك، ملك انت الملك، مش محتاج اسم، انت الملك. ايوه ومن ساعتها هو اتكسر، من ساعه هي اللحظه دي وهو فعلا اتكسر. ما انا ومن هنا هتاخد بالك انه، او من اللحظه دي معرفش ممكن تكون هبده، بس اي ثينك على ما افتكر يعني، انه من اللحظه دي ما قتلش حد دايركت او لا قتل، ما حصلش، صح؟ من بعد اللحظه دي، بعد ما قعد مع الحراس بتوعه تمام وقالوا له انت الملك مش عارف مين، قال لهم صح انا الملك، راح عامل واحده طلع الرن بتاعه شر ابن لذينه، وقال بقول لي انا مش عايز صداع، انا هروح اقتل البت كوموجي دي عشان مش عايز صداع. دخل عليها الغرفه عشان يقتلها، لا الصقر ده مش عارف مين عمال بيهاجمها، فراح قتل الصقر، ومفيش بعدها بكم من ساعه حصل الانفيجن، الاقتحام بتاع يا لهوي، يعني لو كانوا سابوه يوم كمان فاهمني، هو كان لوحده هيحن، فاهمني، لو كانوا سابوه يوم كمان هو خلاص بدأ يفهم الموضوع، بدأ يهدي من لوحده، بس لا يا لهوي اتس سو جود يا اخي، قصه جامده. قول. وحتى لما بعد كده اسمه ايه، جد سيلفا، مش سيلفا، جد اوكي زانو، هو والنترو لما جولو ما قتلهمش، مع انه كان يقدر جدا ما قتلهمش، هم شافهم عايزين يقول لهم مش هنا، فاهم، اللي هو نروح مكان بعيد وبتاع. وبرده في الفايت هو يعني التزم بقواعد الفايت، بدأ يتعلم حاجات بشرية، بدأ يحس فعلا.
ولما لقى الراجل اللي هيديله الجواب بتاعه هيريحه، هيحرره من الاخر من القيد اللي هو كان عليه، وقال له هعرفك اسمك. هو قدر الراجل ده اكتر، وفايت معاه بكل نبل في الحياة يعني. فاهم؟ ده ممكن اقول لك ان نترو هو اللي خانه اصلا لما 100% 100% قلبه وانفجرت هي حركة غدر بنت لذينه، حركة غدر يعني وحشة جدا. من البداية من البداية النزال ده مش عادل. تمام؟ يعني مين اللي كسب في النزال ده؟ من ناحية معنوية نترو هو اللي كسب، لأن نترو حقق حلمه وهي ونت اول اوت قصاد ابوننت محترم، فهو كيف من الناحية دي. زائد ان هو فاز للبشرية عشان من البداية وهو رايح الخناقة دي وهو عارف ان هو هيفوز. فاهمني؟ انا مخزن لك نووي معايا، فانا جاي ابيدك هنا. بس في الاخر قام مرة تانية. اه الملك. كمل عمال، الكلام اللي انت بتقوله جامد فشخ عمال. ليتس جو ليتس جو. قول يا خولي، عشان كده كنت عايز اتفرج يا عمال. قلت لك ان في حاجه. انا عارف ان الجمله لو اتاخدت بره سياقها تبان ان احنا بنتكلم على حاجه هبل فشخ. فاهمني؟ يعني الجمله اللي انت قلتها اللي هو لما انت تتولد كنمله، هات اي حد يسمع الجمله دي يقول لك انتوا بتتكلموا على ايه. فاهمني؟ ايه اللي انتوا بتتفرجوا عليه؟ بس هي تجربه عمان، انت لازم تاخدها عشان تفهم فعلا ايه اللي بيحصل هنا. بص سيبك بقى عن من الحتة دي، انا عندي بقى جزء تاني. قول. انت اكيد واضح، واكيد كلنا عارفين ان انا بحب السينما فشخ. واكتر حاجة بحبها في السينما فكرة فكرة ازاي ممكن تشكل الوقت. اه ماشي. اه فكرة ازاي تقدر تمطه زي ما انت عايز، تسرعه، تجيب الماضي في الحاضر يعني عندك عالم بتخلقه وتقدر تتحكم في الوقت بتاعه. الوقت شيء يعني مش احنا شيء مش لامسينه احنا، بس هو اهم شيء تقريبا في الحياة كلها. ففكرة انه في اداة بتخليك ولو على سكيل صغير تتحكم في الامور دوت، فده اكيد شيء رهيب. اللي انا بحبه او اللي انا حبيته في طريقة حكي القصة في هانتر، انت في 10 حلقات او اكتر تقريبا، مسكت حدث كده فتته لاجزاء من الثانية. اجزاء من الثانية. عارف انت لما حد يقول لك انا في اللحظة دي اختلطت عليا مشاعر كتيرة جدا، واحد بيتكلم شخصية عادية، في السينما انت ممكن تحكيها بطرق كتيرة جدا، بس ان انت تفتت كل شعور على حدة وتشرحه. وعلى فكرة انا عشان هنا انا بقول لك انا ما اتضايقتش من الناريتور خالص. انت فهمت، ما عشان انت فهمت، المغزى من الاستخدام في يعني كطريقه لحكايه القصه. ده استخدام ده وده رهيب. لازم يكون موجود. ده رهيب يعني الفويس اوفر خد بالك من اكتر الطرق التريكي جدا. يعني هي يا توقع لك العمل بتاعك، يا يا ترفعه لك فوق قوي. فان انت تستخدمه عشان انت بتفتت الوقت، بتوصل مشاعر. انا كنت حاسس ان هو يعني ده مش عارف ايه، ده عدى وقت ومش عارف ايه، لقيت ان هو عدى بس في واحده من اخر الحلقات، في اخر الحلقه يقول لك عدى دقيقه واحده من ساعه يا الباليس نهار انفيجن. يا نهار احوس دقيقه. تيجي تبص لها من ناحيه تانية، اللي هو هل منطقي ده ممكن يحصل في الوقت ده؟ اه جدا يعني. اصل ليه لا شويه، هو بس بيوصل لك المشاعر اللي كانت عند كل شخصيه في الوقت ده. ف منطقي لما تيجي تقيسها، فكره ان انت ممكن في لحظه معينه في حياتك تكون اختلطت عليك مشاعر كتيره جدا. انا في احداث في حياتي مثلا بحس ان الوقت بيقف، يعني الزمن وقف كده لحظات. واحساس رهيب، احساس رهيب، فان انت بتشوفه قدامك على شاشة، حتى لو كان لشخصيات معينة او حدث مختلف. ده خطير خطير. عايز افتح حلقه دلوقتي عمال اتفرج عليه. بعد ما نخلص تسجيل بجد هنفتح حلقه نقعد نتفرج بجد عمال. لا اصل الكلام اللي انت بتقوله انا مش هفكر كتير. انا عارف الحلقه اللي انت بتتكلم عليها، عارف الشعور بالظبط، فهروح على طول. هي حلقه 100 112 112 هنفتحها. ال... ال... الهزه اللي حصلت في شخصيه زي شوت. تمام. شوت انا بتفرج كشخصيات، انا عمري ما كنت ههتم بشخصيه زي شوت، بس الشخصيه دي مرت بارك كامل كوقت في 5 دقايق.
حرفيا 5 دقايق مرت بكاركتر ارك كامل، بدأ من جبان لحد بعد ما ال5 دقايق خلصت، انا هقف قدامك يا يوبي وش لوش راجل لراجل، يلا يلا، وراح مغمى عينه خرافي. بس بعد كده اكل يعني اتبهدل في الاخر برضه، بس مفيش مشكله. وعجبني علاقته بنكل، وهو بيقول له كان قال له كده جملة، قال له ده شتم صاحبك، او قال له قال له هزقه ابقى باين. اضرب لي واحده، ابقى اضرب لي يبقى اضربوا لي اضرب لي واحده عشاني عشاني واحده زياده علشاني، فاهمني؟ عشان يعني قل مني بشكل مش طبيعي. يا اخي هي دي تفصيله انا عمري ما شفتها في اي شو، او ده شعور انا ما شفتوش اتدرس في اي حاجه اتفرجت عليها قبل كده، اللي هو ان يكون في عدو قوي بزياده لدرجه ان هو يشوفك you're not worth his time. احنا بندرس بقى من ناحيه جمدان الفيلن اللي هو يوبي، لا احنا بنشوف وجهه نظر ده من وجهه نظر الشخص الطيب. اوكي، ده حاجه انا ما شفتهاش اتدرست قبل كده، اللي هو انا حاسس بالاهانه علشان هو ما قتلنيش، فاهمني؟ جامد جدا. مان والله مش هخلص انا جليزنج كتير. وفي برضه شعور تاني، ده ممكن الشعور ده يكون برضه عدى فوق دماغك، فاهم؟ انت ما تكونش حسيته، تمام؟ بس انا حسيت الشعور ده. ممكن تكون حسيت انت في حياتك الحقيقية حسيت الشعور ده، بس انا متأكد ان لو حد مر بنفس السلم الاجتماعي اللي كان موجود هنا كنت هتحس شعور تاني خالص. بام لما كانت قدام الملك، اوكي، والملك قفشها وقال خلاص انا عارف ان انت هنا، والملك بيقول لبام بكل جنتلة قولي لي كوموكي فين وانا مسامح، قولي لي وما تقلقيش مفيش حاجه هتحصل. ومره واحده يقوم راكع قدام بام في اللحظه دي هي المفروض تكون بتحتفل، اللي هو احنا كسبنا، كانت قاعده بتعيط. ما كانتش ده شعور، تمام كده. انا متاكد ان 90% من الناس اللي اتفرجت على الانمي ما حسيتش بالشعور ده، بس انا حسيت بالشعور ده. فكره ان انت يعني تخيل لو مديرك في الشغل، تمام، انت بتشتغل في شركه كبيره جدا، مديرك في الشغل اللي مسؤول عن حياتك، تمام، ومره واحده المدير بتاعك ده راكع قدامك تحت رجليك، انت هتحس اللي هو هي بقت نمله دلوقتي. ايوه بالظبط. فايوه الجزء اللي من جواها ده اللي متبرمج جواها، تمام، اللي نازله من البرمجه بتاعتها متبهدل. انا ليه حاسه بالشعور ده والمفروض ان انا اكون فايز؟ I can't do this man, I can't do this. ولو تاخد بالك قالت له انا عايزه اشوف اخر لحظاتك معاها. لا لو ده لو ده هيخليك تقولي لي مكانها فين، خلاص شوفي مفيش مشكله. Oh god, it's so good. It's so good man, it's so good. تدمعت يا خوليو. Damn. لا يا Oh god, it's good, it's a good show, it's a good show. لا دي حقيقة، دي حقيقة. كمل كلامك يا خوليو، والله كلامك خرافي، تعليقاتك خرافية على نارك النمل. جامد جدا. قول يا عمان. ايه تاني؟ لا اصل انا كانت اكلمك عن حلقة 116 اللي هي المفضلة عندي. صحيح ليه؟ طب انت تعرف تقول ايه هي اكتر حلقة مفضلة عندك؟ انا قافش لحظات مش قافش حلقات. يعني اقول لك اللحظة عشان انت قفشت كل مرة واحدة. مش يعني ممكن لما ري واتش مثلا دي حاجة كبيرة خد بالك. وهنا اقول المقولة المشهورة بتاعتي، اجمد حاجة لو حكي حاجة اجمد من هانتر هو هانتر في المشاهدة التانية فعلا؟ لان انت هتقفش حاجات بقى ما دام انت فاهم القصة وجرب اتفرج عليه من المرة التانية، وحاجتين في دماغك. فكرة ان كايت مهم للقصة فانت عارف مين هو كايت، اوكي، وفكرة ان انت عارف ان جون هيكراش اوت في وقت من الاوقات. هتلاقي ان ممكن من تاني او تالت حلقة وجون في عنده البذرة اللي هو الواد ده مجنون، الواد ده فيه شيطان موجود جواه، بس اللي هو ايه محسوس على فكرة. ايوه محسوسة يعني في وقت يعني البوصله بس ان هي بتاعته توصل للمرحلة دي ما كنتش متوقعها. ما انت عشان هي التفصيله بتاعت ان ده الشخص اللي اداله معنى حياته، فاهمني؟ حرفيا ده الشخص. يعني انا مش عايز اقعد اعيد وازيد في نفس المومنت، بس لو جبت لك المشهد ده اللي هو بتاع تحول جون في المانجا، اول حاجه يعني لما بتدخل جوه دماغ جون تعرف هو بيفكر ايه في ساعتها. بيفكر في لقائه مع كايت اول مره وهو صغير. ما اتعملتش في الانمي كده. في الانمي لحظه التحول كانت لما هو قاعد بيعيط، بعد كده قام وفضل يتحول كتير، بس كتركيز على اللحظه دي ما كانتش موجوده في الانمي زي ما هي موجوده في المانجا.
تمام. فواضح جدا ان توجاشي بيفرش الموضوع ده من ساعتها، ان لما جون هيتويك او لما جون هيكراش اوت، تمام، ده علشان اتسلبت الايدنتيتي بتاعته، الحاجه اللي اديته معنى في الحياه اتاخدت منه. فخطأ ملعون، خطأ ملعون. كان واحده من اجمد اللحظات بالنسبه لي، كنت حاططها خلفيه على التليفون. مشهد ايقوني صراحه، لما جون بيوصل على السقف بتاع القصر وطالع، تمام، من الغرفة، عمك ميروأم وراه نترو والجد زانو. فنترو ماشي في امان الله، مرة واحدة نترو يحس في حاجة غلط، في حاجة غريبة، يبص ظل جون واقف بعيد كده، نترو بكل بساطة يقول له كده. اللحظة دي ايكونيك بالنسبة لي، ايكونيك. ونترو يعني هو طبعا بالك ان دي اول مرة كيلوا يقابل حد من اهله بالصدفة على طول الانمي، لان هما الاثنين اجتمعوا في مكان واحد كذا مرة. في الارك بتاع العناكب كيلوا كان جده وابوه رايحين صح صح. دي اول مرة يقابلهم او يقابل حد منهم بعد ما شال النيدل. على حوار كيلو، قبل ما اروح على الحلقه 116، انت كذا مره كنت برضه بتقعد تقول لي انا بحب جدا العلاقه ما بين جون وكيلو، العلاقه ما بين جون وكيلو. في بقى حته انت قلت لي ايه؟ قلت لي انا حاسس ان في حاجه غلط في الفايتات بتاعت كيلوا، او الفايتات بتاعت كيلوا، مش عارف يعني، في حاجه مش طبيعيه، في حاجه مش منطقيه، في حاجه غلط. حاسس ان في تحليل بزياده، مش عارف مين هو بيبعت لي. كان الحلقه اللي بعدها انا عارف ان كيلوا هيشيل النيدل، تمام، فانا اللي هو ابلع ريقك، استنى بس استنى وهتفهم، فاهمني؟ انه الفايتس بتاعته كانت بتبقى بتخليني افكر عكس فايتات جون اللي بتلخبطني. بس دي فيها شرح كتير قوي، فاهمني؟ فعشان كده كنت حاببها اكتر. طب العلاقه بين جون وكيلو مالها؟ ايوه، انت بتقول انها عجبتك جدا. وفي اللحظه بتاعت ماتش الداتش بول، تمام، دي كانت لحظه كنت معايا هولسم جدا، فاهمني؟ اللي هو لا، لازم كيلو هو اللي يكون ماسك لي الكوره. كونتراست بقى من هنا، لما جون يقوم باصص لكيلو ويقوم قايل له بس خليك انت كده، انا اللي بسأل الاسئله دلوقتي. بس خد بالك دي ما تزعلش قوي. وات؟ هقول لك ليه. جون قالها له صريح، قال له الموضوع ما it doesn't mean anything to you. ليه يا جون؟ ليه يا حبيبي؟ ما تهدى، ما تهدى يا حبيبي، ليه اهدى؟ الموضوع مش كده، مش يعني هي على قد ما هي قاسية بس تفتكر بقى يجي يرن في ودنك الكلام بتاع كان مين يا ربي؟ كان حد قال لكيلوا، قال له انت لازم تسيب جون يظبط هو اموره يعني بنفسه. بيسكي؟ تقريبا بيسكي قالت له كده؟ لا، قالت له كده. قالت له كده. بيسكي كانت قايله الكيلو، قالت له انت لو خسرت الفايت الجاي بتاعك، عشان انت اسلوبك في الخناق ان انت ما بتواجهش، انت لما تشوف ان في خطر زياده عليك بتهرب، بتمشي، بتجري الناحيه التانية، مع ان ده غلط جدا في خناقات نين عامه، لان كيلو دايما بيفترض ان الشخص اللي قدامه في احسن كونديشن ليه، مع ان لو انت يعني، ودي على فكره حاجه جامده جدا في طريقه السكيلينج في القوه. ودي برضو حاجه هتلاحظها في المشاهده التانية. لو انت عندك اورا ريزيرفز اكتر مني، تمام، انا المفروض ما اسيومش ان انا مش عارف اغلبك. لان انت لو عندك اورا ريزيرف مخلياك في الفئه A مثلا وانا في الفئه C، عشان فاكر المشهد. ايوه بالظبط، انا ممكن اكون في احسن يوم ليا في الفئه C، في احسن يوم في الفئه C ممكن بسهوله يغلب يوم عادي الفئه A. فاهمني؟ فده كان الجليتش اللي موجود عند كيلو، هو دايما كان بيفترض ان اللي قدامه مهما كان هو ايه في احسن احوال، توب كونديشن، فاهمني؟ وده شيء غلط. بس ما اعتقدش ان ده ليه دعوه كانت بيسكا قايله ان سيب جون يعمل اللي هو عايزه، لا. ايه ده بجد؟ لا انا حسيتها كده. لا 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 خالص خالص. هي الفكره ان جون غشيم، جون غبي، يعني غشيم جدا. في الاول لما كايت دراعه طار، فاهمني؟ ما هو الموضوع كله ممكن يصفصف على الحته دي. لما كايت هو مثلا لو كان كيلو ما منعهوش في اللحظه دي، جون كان هيبقى مع السلامه. مان في ايه؟ انت جون قصاد بيتو، فاهمني؟ فلا يعني جاد يا اخي زعلت لما كايت مات. انا فاكر برضه بعت لي كام رساله، هو كايت هيجي تاني؟ قلت لك هو هيصحى عايش. بعد كده جه المشهد وهي ماسكه دماغه، قلت ايه ده؟
مات. فكر بقى ان هو يتولد تاني على على هيئه نملة. اه بس برضه هياخد له فترة عشان يرجع البشرية بتاعته مرة تانية. فكرة الاستنسار دي او الرينكارنيشن. المشهد ده مهم قوي، مشهد كان بين كايت والنمله الدبدوب. الكوالا. ايوه. مهم. مشهد مهم، وده المشهد عايز اتفرج عليه تاني. اتقال فيه كلام مهم جدا عن فكره حلقة 147. بشريه الحته البشريه اللي جوه النمل يعني. اتكلم فيها كتير، كان مشهد طويل عارفين نص حلقه بتاعي. الحلقه كلها حاجه. هو الحلقة جت النص جون دخل عليه. عايز اشوف دي تاني، من الحاجات اللي عايز اشوفها تاني واقعد اركز فيها كده. انا فرحان جدا. مان خوليو ليجند. انا مبسوط قوي ان انت انبسطت في هانتر عمان. كان ترشيح جيد. عالم حلو ان انت دخلته جدا جدا. وخد بالك برضو نفسي الناس تبدأ تبص للانمي نظرة مختلفة يعني. انا المين ستريمز يعني. الطريقه اللي انا بصنفها فيها، خد بالك انا قلت كلمه عالم لان هانتر مش بريكنج باد، فاهمني؟ هانتر مش مش فيلم تتفرج عليه، ودي حاجه برضو اللي بتعرف نوع القصص اللي موجوده في الانمي. يعني القصص اللي موجوده في الانمي هي عالم، فاهمني؟ بشخصيات كتير، فاهمني؟ يا عمي وبطرق حكي قصه يعني. طرق حكي قصه مختلف، بس الاهم في القصص دي بيكون العالم اللي بيتبني والحاجات التانية اللي بتحصل، فاهم؟ انت ممكن، انا متاكد ان انت لو في دماغك انت ممكن تعمل 3 4 فيديوهات بس عن الملك، فاهمني؟ جدا. بس جداً. فكر فيها، من الملك ده كان الشرير في ارك واحد من القصه كامله، فاهمني؟ وده شخص يستحق 3 4 فيديوهات بس عشان تدرسه. فاحنا بنتكلم دلوقتي في عالم بيتبني، مش قصه واحده ومش التركيز على شخصيه واحده، تمام؟ بل سبويلر، اللي بيحصل في المانجا دلوقتي جون اترمى خلاص، فيش جون. عامة على فكرة ده، على فكرة جون مع السلامة، فيش حاجة اسمها خلاص جون مع السلامة، مش موجود في القصة يعني. على فكرة برضو هو في اللي انا شفته، هو برضو جون مش الاهم شخصيا. انت صحيح في رحلته، بس يعني في عناكب، في كورابيكا، في اللي يوريو هيروح كلية الطب، عايزين نشوف عمل ايه في كلية الطب. ده اكتر ارك انا متحمس له يا جماعة، ارك يعني لو كان مسك رئيس هيئة الصيدلة. لما ضرب جينج، حسيت بايه في اللحظة؟ لا خطير. اه وهنا حسيت على فكرة، قلت لك اللي احنا بس بعد كده قال لك هو سابه عشان مش عارف ايه. وده فعلا يعني، ده عايز نبدأ نتكلم على ما بعد الانمي. مش هحرق لك حاجة، انا مش هحرق لك حاجة. بس انت كان عندك بعض من الاسئلة على ما بعد الانمي، فانا ما عنديش مشكلة ان انا ارد. عايز احاول افتكر لو في حاجة انا مسقطها. لا، هو الكلام مش هيخلص الكلام مش هيخلص، فاهمني؟ انت شوف، انا متفرج على الانمي كام مره ومتفرج على الشو كام مره اوريدي، وانا قاعد معاك هنا اهو، في كام حاجه جديده طلعت. فحرفيا الكلام مش بيخلص على هانتا، في مليون الف حاجه ممكن نتكلم عليها. احنا ما اتكلمناش على الزولدكس، فاهمني؟ ما اتكلمناش عن العيله دي، ما اتكلمناش عن يا لهوي اخته الوكا، بالظبط. ما اتكلمناش على الوكا، ما اتكلمناش على الزودياكس. تعرف ان ده يخلي كيلو اقوى شخص في العالم؟ عشان هو معاه الوكا دلوقتي. يعني هو الوحيد اللي بيقدر يكلمها، خلينا نقول. بس هو برضه كبوصله من عند كيلو، هو ما بيحبش يستخدمها، فهو بس لما استخدمها علشان تشفي جون بس. ذاتس ات. بس هو ما بيستخدمهاش عشان هو بيبصلهاش من بس ازاي دي ما جاتش في باله ساعه النمل؟ عشان الدبوس. فاهم؟ فجات متاخر. ايوه مستوعب دلوقتي، عشان هو دماغه كانت متضببه من إيلومي، من اخوه. ذاتس واي. قدر منطقي فعلا. ما انت هتتفرج في السكند ووتش. ايوه منطقي. هيكون في حاجات جدا اوكي، هتكون في حاجات دلوقتي منطقيه اكتر بكتير. وهتلاقي ان كان في استخدام نن من ثالث حلقه رابع حلقه، كان النن موجود اول along، طول الوقت في نن، في استخدام. تعرف ان كوموجي استخدمت النن؟ ايوه. انت بتقول لي انا الكلام ده؟ هو كان مشهد واضح بس انا قلت لا عادي. انهانسر كوموجي فعلا. معزز على قولتك، اتفرج عليه مترجم بالعربي. ماذا تفعل يا اخي؟ انا قلت معزز امتى؟ معزز. والتاني قال لك كونجرر، بيسموها ايه بالعربي؟ ساحر.
غلط يا اخي. ساحر يعني ايه ساحر؟ لا يا عم، كونجرر. كونجرر مشعوذ. مش دخل مشعوذ برضه مش مشعوذ. مكون كده وتشيز مش مشعوذ يعني نفس المعنى. لا غلط. ماشي يا سيدي خلاص. غلط. ميه. ماشي. يلا اقول لك. عايز تسأل على ما بعد ما بعد تعرف اللور ما بعد الانمي؟ طيب خد بقى دي يا ماما. قول لي. انا ارى ان ما بعد الانمي، الحاجات اللي هي بس موجودة على الكتب دلوقتي، افضل من كل الابقات اللي اتعملت انمي. ده بجد؟ واو. او ممكن يعني طب على فكره انا سالت، انا عمال بيتراوح بالنسبه لي. اذا ما كانش الافضل فهو تاني افضل، فاهمني؟ اذا ما كانش الافضل فهو تاني افضل. وايوه هو الموضوع عن حرب الخلافه. انت قلت لي عارف الاسم حرب الخلافه دي، بس اقول لك انا عرفت اسمه منين الصراحه. في فيديو ليك طلع لي بس انا ما اتفرجتش عليه. اوكي صح. هو مش عارف ايه هو حرب الخلافه. قلت هو في حاجه اسمها حرب الخلافه. حاجه تانية خالص، حاجه تانية تالتة رابعه بشكل مش طبيعي. وانا اشجعك ان انت تقراها. ومش ما عنديش مشكله. مش هتاخد وقت كتير للقرايه. الموضوع مش انت ما قريتش مانجا قبل كده صح؟ لا خالص. اوكي. يعني بص، انا في العادي لما حد بيكون متأفف من القرايه او ما بيقراش مانجا كتير برمي له كم من حاجه، احرق له حاجات بسيطه جدا كده عشان تحمسه ان انت تدخل. انا كده مش محتاج احرق لك اي حاجه. ما عنديش بل مشكله. انت على وشك ان انت تاخد تجربه مرعبه. لا ممان. ده كنت في كذا حاجه انت قلتها دلوقتي. تمام. الكذا حاجه اللي انت قلتها دلوقتي ما علينا. في حاجه انت قلتها دلوقتي اتعملت في المانجا. تمام. لا مش هحرق لك، حرام. ما دام انت هتقرا روح اقرا. وانت مش هتقرا كتير، هتقرا 6 كتب. ما في حاجه افتكرتها دلوقتي. ايه؟ دي من اكتر حاجات بتضحك ايه؟ في الانمي. كان لما هيسوكا اتقابل مع هو انت سمعتني وانا بوشوش الكاميرا دلوقتي؟ لا اوكي. كان بيقول له انت كان لازم تروح تحارب النمل. اوكي. قال له ان كان بيدور تقريبا على كرولو حاجه كده. اها. فعلى فكره دي حاجه بلوم فيها الانمي ان هو ما جابش زي ما جاب حلقه للعناكب، حلقه او حلقتين. ليه ما كانش سوكا كده يخش؟ ولا كان هيسخن فمش هيطلع صح. لازم تقرا المانجا عموما. لازم تقرا المانجا. ومش هتاخد منك وقت كتير يعني اعتقد ان هي تاخد منك ممكن يومين ثلاثه لو انت هتقراها، لان انت هتكون ماشي بقى بالبيس الخاص بيك مش بالبيس بتاع الانمي. فمفيش تمطيط في الفويس اوفر وهو بيتقال، مفيش مزيكا. لا انت حط مزيكتك براحتك وممكن تاكلهم اكل، فاهمني؟ من فوليوم 32 لحد فوليوم 38. وفي 32 ده بعد الانمي على طول. 32 بعد الانمي يعني. شابتر واحد بس في 32 هو الجديد. فوليوم 32 هو كل الحاجات حصلت في اخر 3 4 حلقات. زائد شابتر واحد فصل واحد في بقى التقديمه للقصه القادمه في الاحداث بتاعت حرب الخلافه. انا بقول حرب الخلافه بس هو في الحقيقه في كذا حاجه حصلت قبل حرب الخلافه. اوكي. بس وخلافه مين اصلا؟ ما بالظبط. ما دي حاجات كبيره جدا وحاجات مهمه جدا بتحصل. يا خلافه ايه ماشي يا عمال. ايه اللي حصل في اخر حلقه؟ جينج قال ايه؟ قال له هنروح القاره المظلمه. امسك على كده يا معلم. القاره المظلمه ده اللي بيحصل نوعا ما. بنروح القاره مش يعني احنا في الطريق. اوكي. بس مش هقولها اكتر من كده. في الطريق؟ هم كل الناس في الطريق؟ ايه ده يعني انت لحد دلوقتي لسه في الطريق ولا وصلوا؟ طب انا هقولها لك بالطريقه دي عشان برضه دي من احسن الطرق اللي انا بحب اشرح بيها القصه بتاعت هانتر اللي انت اتفرجت عليه. كانت القصه عن ايه؟ عن رحله جون في ان هو يلاقي ابوه. هل انت كنت مهتم بان جون يروح يلاقي ابوه؟ لا. اذا فهانتر عن ايه؟ عن الليتل ديتورز، المنعطفات اللي انت بتاخدها بعد كده. اذا اللي انا شايفه ان القصه حاليا ما بعد جينج هي الذهاب الى القاره المظلمه. بس في الحقيقه ما حدش مهتم بالقاره المظلمه دلوقتي، فاهمني؟ خالص. لان اللي بيحصل حاجات جنون، فاهمني؟ فده هو الباراليل يعني. القاره المظلمه يساوي جينج.
انت قلت لي فاهمني؟ كمان ان هو جون وكيلوا خلاص اتركنوا على جنب. جون وكيلو مع السلامه، بس خلاص حلوين، بس كده في حاجات اهم بتحصل دلوقتي، واو. حاجات مع الام سي دلوقتي. من كاركتر عارفه مين؟ كرولا مش بعيد، بجد. مش بعيد انت هتلاقيه في الفوليوم كفر. هات فوليوم 35 كده. اه ده كورابيكا. مهم. وايه ده؟ دي سلطانية دي ولا إيه؟ الراجل ده شباب. ده واحد من افضل الكفرات عندي. فايوه في جنون بيحصل عموما، خطير. في جنون بيحصل، بس ما دام ممكن انت احرق لو شفت اي غلاف منه. لا مش قوي، مش قوي يعني. مهما كان انا شايف ان ارك الخلافه ده مهما كان قد ايه اتحرق لك من لا الحاجات. يو هاكاشو اللي بتاع التوجاشي برضه. ده بتاع توجاشي اللي كان قبل هانتر. اه خرافي يويو هاكاشو برضه. بس انا ممكن اعمل يويو هاكاشو كانه ككامل يعني. يويو هاكاشو الروح بتاعت هانتر موجوده فيه، فعلا. نفس الروح بتاعت هانتر، بس كانك بقى في الهافنز ارينا. فاهمني الجو بتاع الهافنز ارينا ده. طب هو عشان بس السؤال ده انا سألته لك من شوية، م. هو مش ناويين ينتجوا تاني؟ الانمي، اه. ما انت لو استوديو انمي دلوقتي تمام والقصة مش خلصانة. والقصه مش خلصانه، انت هتدفع فلوس ليه؟ مع ان انت لو دفعت فلوس هتعمل ارباح بنت لذينه. يعني فاهم، ممكن فاهمني؟ تنزل سيزون ولا يعني كانوا بيفشخونا في اتاك اون تايتن. لا انت كده ولا حاجه، انت اصل فيلم، اصل مش عارف ايه، انت عارف فاهم؟ ارك اصل الخلافه حلقة ده، ساعة ونص مش عارف. حرب الخلافه دي بتتكتب بقى لها 10 سنين. واو. اول شابتر من حرب الخلافه نزل من 10 سنين. تواصل لاخرها دلوقتي. اه انا غشيت في حاجة. انا دخلت على تويتر بطيخة توجاشي، اوكي. بس خلاص ما عملتش حاجة. لا ما تعملش حاجه، مش هتستفيد، انت مش هتفهم حاجه. بجد لا هو هينزل هناك. كان بيكتب اللي هو مش عارف ايه، انا رسمت، آه. انا حددت، انا لونت. لسه انت لسه ما وصلتش للعالم اللي هناك، لازم تخلص القرايه. بس بجد انت واضح ان انت الموضوع القرايه مش هياخد معاك فتره طويله. هو لما بجد. لما بينتج عدد مثلا كده ولا كذا؟ كذا. لما بيتم نزول شيء بينزل 10 شباتر، ده اللي اعتاد عليه الامر. اه. فاهمني؟ كل فتره غياب لما طب وانت بيرجع. بتقديرك كده ممكن يكون مثلا باقي له قد ايه عشان يقفلك؟ ما ينفعش اقول. تقديرك انت ما الشخصي. ينفعش، لازم تقرا. ما انا ما اعرفش انتوا فين اصلا لازم واخركم تقرا ايه. لازم تقرا لازم تقرا لازم تقرا يعني قول ان باقي له 50 شابتر مثلا وخلص. لازم تقرا. ماشي. قول لي دي معلومه مش تفرق في ما حاجه. ينفعش، ما ينفعش بجد، ما ينفعش. لازم تقرا، لازم تقرا، لان الارك ده مختلف عن اي حاجه انت شفتها، مختلف عن حرفيا كانك ما انت نفس الموضوع كانك بتتفرج على هانتر عادي يعني. انت لا، بتتفرج، انت تمام. بدأت الصيادين، بعد كده رحت هافنز ارينا، بعد كده عصابه المافيا والعناكب، بعد كده انت في لعبه، فاهمني؟ بعد كده نمل، فانت عمال بتختلف. اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو ارك الخلافه، انت رحت عالم تاني جديد. I know. بس الطريقه دي بقى في حكايه القصه مختلفه تماما، وفيها يعني فيها من كل حاجه هنطريه قطع. فاهم؟ هتلاقي فيها روح من الاختبار، مم. هتلاقي فيها روح من يورك نيو، هتلاقي فيها روح كبير جدا من ارك النمل، هتلاقي فيها روح من جريد ايلاند. فكره التمطيط بتاعت الوقت واللعب بتاع الوقت اللي انت قلت عليه موجود جدا. فاهمني؟ بل انا شايف ان هو موجود بشكل احسن. دي حاجه انا بقول لك دي حاجه اكيد انا هستخدمها في افلامي. فلازم ارجوك ابدا قرايه. وبجد مش يعني اقول لك ايه، الشابتر الواحد زي نص حلقه. عايزين نبقى نعمل الحركه دي في حلقه من الحلقات. فهمت انا قلت لك ايه؟ الشابتر الواحد بنص حلقه، الحلقه مدتها 20 دقيقه، الشابتر بنص حلقه اوكي. الشابتر بنص حلقه. هو ده بيبقى شابتر ده بيبقى 10. 10 دي ل 10 شباتر. يعني دول بتاع، يعني كل كتاب من دول بتاع 5 6 حلقات. اوكي. ما بيتفاوت الموضوع. فاهمني؟ وانت بيتفاوت. قارئ لحد اخر ما نزل؟ اوكي. بقت ايه السؤال ده؟ اي ايه السؤال ده؟ السؤال غريب ممكن جدا. تكون مش لاقيها ولا حاجه. لا يا عم، موجودين كلهم، كله موجود على النت. يعني انت تروح على اسمه ايه ده، على ستور مش ايوه تروح على شويشة مانجا بلس تقريبا، مش فاكر اسمه ايه، وبتعمل اشتراك وبتقرا من هناك. It's obvious يعني. anyway انا خلصت كل حاجه ممكن تتقال. عايز تقول حاجه تاني؟ لا ده it. يعني اكيد في حاجات في دماغي طبعا. لا لازم لنا قعده تانية، اكيد في بعد حاجات ما في تقرا. دماغي. بعد ما تقرا لازم نقعد قعده تانية. بس
بس يا جماعه روحوا اعملوا اشتراك لخوليو يا عم. انت ليه مش عامل اشتراك لخوليو دلوقتي؟ انا احسن واحد بيعمل محتوى عن الافلام في اليوتيوب. اوكي سيريسلي روحوا اعملوا اشتراك لخوليو ناو بليز. ولو عايزين خوليو يجي معانا في حلقات تانية هنا تمام، انا عايز اقلب القناه دي، بس انا وانت نقعد نرغي على هانتر. ايه رايك؟ موافق موافق جدا جدا جدا. ماشي يا عم، يلا انا ام داون. يلا يا جماعه، شكرا من الفيديو الجاي. باي.